هو نظر ان مسمى الكتاب ليه هو شخصيا ان حضرتك بتدافع عنه. انا بدافع عنه يعني. بنى الاعتبار ده على اي اساس؟ هل على معلومه وصلت له؟ هل على اجتهاد شخصي منه؟ لا، هو احد القاده الان موجودين في القاهره ويرأس مجلس من المجالس، قال له هل تعلم انه الصوفي معاه كتاب اسمه مأساة ابليس؟ هكذا بالسليقه ببراءه رد. قال هو كتب عني انا ابليس وهو يدافع عني اني انا مش مسؤول عن اخطائهم. شوف على تجربه جميله انا خضتها. يعني رجل جاء وما عندوش شهاده، ولكن يدير اعقد الشخصيات ويدير اعقد المسائل، ومع ذلك عنده قدره على مساحه حريه وتناغم بينه وبين سكرتير. في الاخير طلع ولا نزل سكرتير. والمفاجاه ان في اخر ايامه، يعني قبل الانتفاضه، انا قدمت استقالتي من العمل معه، والاستقاله منشوره في هذا الكتاب. يعني اذا لم تستطع ان تكون ثوره في مقترحي السابق، فلن تستطيع تكون اي شيء بالتحالف مع الحوثي باختصار. يعني كان الكلام واضح. يعني اعبدوا ربكم الذي امنكم من خوف، اطعمكم وامنكم من خوف، فلتعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمكم من جوع وامنكم من خوف. يعني ارجوني منتج هذا الجزء. يعني كان ياتي هو الى منزلي ويحمل معه الراتب الشهري لا زياده ولا نقصان، وانا قلق من الطيران السعودي تقصف منزلي. أقول له أنت الآن تبعث رسالة خاطئة كأنك تختفي عندي، يعني يمكن أن يقصف هذا البيت. قال معك بدروم؟ قلت له أنا لا أحتاج لبدروم، لأنه ليست لدي مشاكل لا مع السعودية ولا مع غيرها. أنت تكرار مجيئك لثالث مرة أوحيت لكل الحارة أن يأتوا يطرقوا بابي ويبحثوا عن سلاح ليقاتلوا معك، وأنت ليس لديك السلاح لكي تمنحهم. يبحثوا عن أي شكل من أشكال أن يظهروا دعمهم لك، فيما أنت ستتسبب في اغتيالي أنا وأولادي. فرجاء أنا لا أريد الراتب. كان رده إيه؟ ضحك. قال أنت تشتي ثورة، أنت تريد ثورة. ضحكت ودعنا بعض بطريقة لائقة. نعود للدعوة اللي هو وجهها لمنظمات المجتمع المدني. هل كان الهدف منها عدم قيام ثورة أو مظاهرات زي اللي حصل في باقي الدول العربية؟ كان هذا إيه الهدف من الاجتماع ده؟ كان هذا عام 2010 هذا الحدث، وكانت هناك أنباء عن تحضير الإخوان المسلمين ومجاميع مدنية لما يشبه الثورة. فهو أراد أن يستبق الأمور، خاصة أن يبدو أجهزة الاستخبارات اقتصدت في إيصال بعض المعلومات، ولكنها صحيحة المرة هذه.